خدت عينه من بدايه مصرف السيل. تحتيه خط ده مخالف 15 المعدل، هنا اصبح 130 اصبح مخالف السعودي. نفس الكلام برضه في الفينول والكلام ده. او نتائج مصرف السيل بتؤكد ارتفاع طبعا نسب المخلفات، ارتفاع تركيز الفوسفات والمواد العضويه والمواد الصلبه والامونيا برضه. النترات NH4 ودي موجوده؟ موجوده. موجوده عاليه 10.8 من 10، اللي هي المفروض تبقى 5 من 10. فعاله للتلوث للمصرف. فطبعا احنا النتائج دي لما بتيجي ما بنحاولش نخبي اي حاجه. بالرغم من كده حتى لو مياه الصرف اللي بتسبب فشل كلوي نزلت النيل، المفروض ان مياه الشرب اللي بتجيلك البيت تكون معالجه وصالحه لاستخدام البشر او حتى الحيوانات. لكن لما شفنا الكارثه من زاويه اوسع كان طبيعي ان احنا نلاقي قريه بعد اسوان اسمها ابو الريش كتير من اهلها مصابين بالفشل الكلوي. ثبت بالتحاليل اللي قبل كده قدمناها للمحافظ ان في مشكله في الميه، في مركبات صناعيه موجوده من شركه كيما. المركبات الصناعيه دي بتدمر كل حاجه موجوده في الناس. الناس هتحل ازاي؟ الناس عايزه تاكل، عايزه تعيش، هتعيش ولا هتتعالج؟ كم حد من اللي تعرفيهم حواليك عيانين؟ كتير. عدي لي كده. في واحده اهي، واحده خالتي انا برضك تحت. تعرفي كم حد عنده فشل كلوي؟ لا فشل كلوي اللي ماتوا في التحاليل. جوزها قبليها. وانا جوزي برضك يعني كان هو صح عنده السكر، فلما توفى فطلعوا التقرير قالوا فشل الكبد. اللي قبلنا عانوا من نفس الامراض وما حدش اكتشف مرضهم وراحوا بيه، فاحنا اكتشفوا مرضنا، فاحنا خايفين على اللي وحدينا. هي دي الماء اللي بتشربوها؟ ايوه. ما مشيت شفت انا ولد الحنفيه. عدد كبير من ابو الريش من هنا بيعملوا غسيل كلى. النسبه دي فعلا متزايده عندنا في ابو الريش بشكل خطير جدا، بشكل كبير في مراحل سنيه مختلفه. يعني هتلاقي في ناس بتغسل كلى يمكن 2 و3 من بيت واحد. الترعه دي اصلها جايبه بلاوي ملهاش حل، جايبه من كيما، المستشفى العام، المستشفى الصدريه، العربيات الكسح بترمي في الترعه. يعني احنا عايشين بقدر قادر. المرض يعني هيجوا يعالجوا الناس دي يعني ولا ايه؟ هيجوا يعالجوا ان شاء الله. هو المرض ماله؟ ما هو منتشر دلوقتي يعني في الناس كلها، ما حدش الا ويقول لك هي فينا المرض ده. طب ما هي من الميه دي اهو. وهم اللي قاعدين في المكاتب فاكرين ان هم مش هيتضروا. لا، لان في ترعه الري واخده مأخذ منيها بتشرب منها المواشي، بيشرب منها الزرع، بنروي بيه زراعتنا، الفاكهه طالعه منيها، كل ده وبتلف الدوره ثانيه وتروح له هو الاستاذ اللي قاعد على المكتب. احنا كل الناس اللي عندنا، اغلب الناس اللي موجوده مصابه بفيروس سي وبفشل كلوي.